تعالوا بينا نعمل حلقة كاملة عن التوم. تعالوا بصوا شوفوا الكمية دي، اللهم بارك، من 3 كيلو توم بس عملنا 3 علب، وعملنا خلطة للسمك جاهزة في اي وقت، وعملنا توم باودر كمان. هبتدي اقطع بقى العروش بتاعة التوم اللي هي الناشفة دي، ما مش عايزينها هنرميها. وبعد كده هنبتدي بقى ناخد بسن السكينة نقطع بقى التوم كده، ونطلع القشر اللي هو الخفيف اللي هو من جوه ما بين التوم، فص التوم والتاني، واحطه في طبق لوحده، والفصوص في ناحية واحدة، والعروش الخضرا دي برضو في طبق لوحده. انا اقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي، وهكذا لغاية لما الكمية تخلص خالص. القشر هنحطه بقى في الفرن عشان يتحمص كده، ينشف معانا عشان نعمله توم باودر. اهو هاخده كده في صينية كبيرة، ولازم كل شوية تبصوا عليه عشان ايه بس ما يتلسعش منك. التوم بقى ما تحطيش كمية، حطي حبة حبة عشان يتفرم معاكي. انا هنا كترت الكمية ما تفرمش قوي، فالمرة الجاية حطي كده ايه حبة حبة عشان يتفرم معاكي ناعم كويس. عايزة اقول لكم التوم بره الجاهز المفروم ب60 و70 جنيه، لكن احنا بصوا عملنا من 3 كيلو توم بس. هو متعب شوية بس برضو هتنجزي وهيوفر معاكي كتير. دي بقى العروش الخضرا ديت فيها حتة ناشفة برضو، خلي بالكم منها برضو، طلعوها عشان الكبة بس متقفش معاكي. وهنحط معاهم جزرايه، ودي هتبقى خلطة للسمك كده جاهزة مع في اي وقت. هنحط برضو معاها حبة توم مفروم، ملح وفلفل وكمون وخل. ولما تيجي تطلعي برضو ايه تبقى ايه ليمون كمان، زودي ليمون. ده التوم بعد ما اتحمص هنطحنه، وبعد كده برضو هنعمله برضو لو في نصفيه برضو شوية بعد ايه بالمصفى كده. بصوا اللهم بارك، الكمية من 3 كيلو توم. يا رب تكون الحلقة فادتكم وعجبتكم. لو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك وفولو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.